المستشار تركي آل الشيخ معاه رأس مال ضخم جدا، عامل صندوق استثماري لتنمية الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية في المملكة، وحقه إنه يشتغل على رفعة شأن بلده. ولكن ليا استفسار للمستشار تركي آل الشيخ، إنه أعلن من يومين عن إنتاج فيلم كبير جدا بطولة النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي. الفيلم اسمه نونو. قصة الفيلم المستشار عرضها إن هيبقى فيه نصاب هيعمل عمليات نصب في موسم الحج والعمرة وموسم الأنشطة الترفيهية. الفيلم في إطار كوميدي تمام، لكن إيه الحكمة إني أظهر إن النصاب جنسيته مصري؟ وإيه الرسالة اللي أنا عايز أستفسر منها من المستشار تركي آل الشيخ اللي عايز يوصلها للعالم عن المواطن المصري أو عن الجنسية المصرية؟ ليه فكرة النصب؟ هل يقبل المستشار تركي آل الشيخ إن يتعمل فيلم من إنتاج المنتجين المصريين عن وفاة الحجاج في المملكة العربية السعودية؟ هل هيقبل المستشار تركي آل الشيخ إن شركة إنتاج مصرية تعمل فيلم عن المشاكل اللي بتحصل بين الكفيل وبين الوافد اللي بيشتغل، وحتى لو كان في إطار كوميدي؟ طيب المستشار تركي آل الشيخ ليه ما يعملش فيلم بفريق عمل فني مصري سعودي عن حرب أكتوبر المجيدة؟ ليه ما يعملش فيلم عن تاريخ وعظمة مصر الحضارية وتاريخها العظيم وحضارتها العظيمة؟ ليه ما يعملش فيلم عن عظماء مصر؟ ليه اختيار تجسيد الأعمال الفنية في شغل عصابات وسرقات زي فيلم أولاد رزق 3 القاضية، وتصوير مشاهد بألفاظ تسيء للإنسان المصري والمواطن المصري والدولة المصرية؟ ليه؟ إيه الحكمة من كده؟ سيادة المستشار، أنت معاك رأس مال ضخم جدا تقدر تستغله بدون ما تسيء لأي دولة وشعبها. وأتمنى من الدولة المصرية ممثلة في الدبلوماسيين والسياسيين والقادة المصريين إيقاف هذا العبث ورفضه، لأنه بيسيء لدولة من أقدم دول العالم. مصر لا تستحق السخرية ولا تستحق التقليل من شأنها. سيادة المستشار، أرجو إعادة النظر في إنتاج هذا الفيلم، ومن حقك إنك تهتم بالمملكة وتعمل مع كل القائمين في المملكة على رفعة شأنها ودون الإساءة لمصر وشعبها. تحيا مصر العظمى.